هو 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 هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا لمنتخب الساجدين، أسود الأطلس، صناع التاريخ. اضحك يا بقي اضحك يا حنكي اضحك يا خشمي بالصوت وبالصورة وبالدليل، عشان اللي شاف يقول اللي ما شافش، واللي سمع يقول اللي ما سمعش. أعظم من الفوز على البرازيل منتخب المغرب بيعمله، أعظم من الفوز على البرازيل يا عم موحة. وعايز الفيديو ده يوصل لكل المغرب ولكل العالم. اليوتيوبر موحة يسجل أعظم فيديو في حياته، زي ما انتوا هتشوفوا كده. منتخب المغرب قبل ما يلعب البرازيل بيزور السجون. شوفوا املوا عينيكم واتعلموا من رجال الدين. ده سبب من أسباب فوز المغرب على البرازيل. اعرفوا الأسباب الحقيقية عشان الكل يتعلم كده وبس. يا عم موحة أسباب الفوز على البرازيل هقول لك لأ، اصبر وكمل الفيديو معايا. تعال نشوف لاعيبة المغرب وهم بيزوروا الأيتام. شوف بالصوت وبالصورة، اتعلم، اعرف، افهم قبل ما تتكلم. الفوز ده جه ازاي؟ شايفين يا جماعة المنظر الجميل الروعة؟ الله الله يا منتخب المغرب ويا شعب المغرب على اللي كل يوم بتوصله لنا. طب كده وبس يا عم موحة؟ هقول لك لأ. شوف اللقطة دي، شوف كابتن وليد الركراكي بعد الفوز بيعمل ايه، بيتعاطف مع مين. بص وشوف. الله الله يا كابتن وليد الركراكي على هذه اللفتة الإنسانية. احنا مش بنقول ان هم رجال الدين وخلاص، ان هم عندهم رضا الوالدين وخلاص، لا، دول هم عندهم كل شيء، كل شيء. يا عم موحة كلمنا كورة. الكورة جاية، ولكن قبل الكورة في أسباب كتير، ودول من ضمنهم زي ما قال الشعب المغربي: الله، الوطن، الملك. هم بيقولوا بينفذوا، بس الناس تتعلم. عشان كده أنا عايز الفيديو ده يوصل لكل الشعب المغربي في أسرع وقت، والعالم العربي والعالم الأوروبي. افهموا وتعلموا وتغنوا بالمغرب. تعالوا بقى افرجكم على مشهد عظيم، مشهد ياخد اوسكار بلا منازع. اتفرجوا كده على المشهد ده، جمهور المغرب العظيم والسعة الكاملة. شفتوا اللي انا شفته، سمعتوا اللي انا سمعته، في كل لمسة للكورة، في كل احساس. ده مش مجرد جمهور، ده شعب، ده اهل، ده روح واحدة تربط الشعب بالملعب، باللعيبة، بالمدرب، بكل الناس. الاحساس وصل لي. شفت الساعة الكاملة للجمهور، شفت الحضور. اوعى تقول دي مباراة ودية ولا دي مباراة عادية، لا، دي مباراة للتاريخ، مباراة للذكر، مباراة للفخر. هم واثقين في منتخبهم، عشان كده كله ساب اللي وراه وراح ورا منتخب المغرب وأسود الأطلس. هم عارفين هيكسبوا البرازيل، عشان هم بالنسبة لهم هم رقم واحد، مش كبرياء، عشان هم عندهم الملكات اللي تخليهم رقم واحد. زي ما وريتكم، الله، الوطن، الملك، إكرام الوالدين، رجال الدين بيصلوا يعرفوا ربنا، عندهم قوة محبة للمغرب والجمهور. وكلكم شايفين خلاص جه الوقت اللي محدش يقدر ينتقد المغرب، عشان هي العلامة الكاملة. وبقينا دايما لابسين لبس المغرب زي ما انتوا شايفين كده. انا بقيت بتغنى بالمغرب قدام اي حد، وبتشرف بهذا الشعار الوطني المحب والعظيم. أن تتخيل المغرب كسبت أسبانيا، كسبت كندا، البرتغال، وأخيرا البرازيل المصنفة أول
عالميا المرشحة الأول لكأس العالم. ايه العظمة دي؟ وكل ده في سنة واحدة مع مدرب عظيم اسمه وليد الركراكي. عرفتوا العلامة الكاملة ازاي؟ اكلمك كورة، اكلمك فنيات من اعظم الرجال اللي عندهم غيرة على الوطن. ده اللي عندهم غيرة ليه. عشان كده بتشوف لعب الفدائي من اول ياسين بونو لحد النسيري، حكيم زياش اللي رجع بعد ظلم، اشرف حكيمي، بوفال، امير باط، عبد الحميد، مين قاعد على الدكه، مين هينزل، مين هيلعب، مش مهم، المهم الفوز وشعار الوطن. في اخر الفيديو تعالى اوريكم المنظر اللي اي دولة تحلم اللي هي توصل له في النهاية. تعالوا نشوف اللقطة اللي هنختم بيها الفيديو ده. بس حلفتك في شهر رمضان انك توصل الفيديو ده وتشيره في كل حتة تعرفها، عشان العالم كله لازم يتغنى ويعرف الحقيقة الكاملة. شوف المنظر ده اللي هنختم بيه. اضحك يا بقي اضحك يا حنكي اضحك يا خشمي. سلام عليكم.